يا مساء الفل، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في دلوقتي حاله يا جماعه، حاله غريبه فعلا، حاله غريبه. الماتش خلص تعادل. جماهير الزمالك فرحانه جدا وجماهير الاهلي زعلانه جدا. حلو كده. طيب، اللي متابعنا يا جماعه، متابعنا، معلش انا كنت محتاج بس اهدى شويه عشان كنت متنرفز جدا بعد الماتش بجد من كولر. بيعمل حاجات منرفزه قوي بصراحه. فدلوقتي اللي حصل دلوقتي يا جماعه، جماهير قلنا اللي متابعنا، قلنا امبارح ايه في ليله الماتش امبارح؟ الاهلي اقوى واجهز وافق وكل حاجه زي ما انت عايز تقول قول، بس ما تغفلش نادي الزمالك وجماهيرته والروح بتاع نادي الزمالك. حلو. ما تقعدش تدوس على المنافس. طب المنافس ده انت فريق كبير، فريق كبير قوي الزمالك يا جماعه، فريق كبير قوي. لعب بالروح النهارده وكان هيكسب عادي جدا. ليه؟ عشان انت معاك مدرب جبان، معاك مدرب جبان. يا جماعه اللي متابعنا من قيمه اسبوع بفضل الله علينا، بفضل الله قلنا اللي هيحصل بالظبط، قلنا اللي هيحصل بالظبط. عايزين بس نخش يا جماعه في التشكيل بسرعه كده واقول لكم ايه اللي دار، واسيب لكم يا جماعه لينك التوقعات اللي قلناه من اسبوع اللي هيحصل بالظبط وحصل حرفيا. هسيب لكم يا جماعه في الكومنتات. لا، لعب ازاي النهارده المعلم كولر؟ لعب ازاي؟ لعب بالشناوي، ربيعه، تمام. لعب في كل خط الدفاع بقى. يعني ماشي الشناوي والربيعه تمام، معاك مستمرين معاك. لكن لعب قبلك، جاب لك اشرف داري اللي ما بيلعبش معانا اصلا، اللي كل ما بيلعب يتصاب مش جاهز، انزله في ماتش ديربي، في ماتش قمه. ادي اول غلطه عملها. طيب، لعب اكرم توفيق باك رايت، ليه مش عارف. لعب ايه ابو الكواكيك كوكا، ليه برضه مش عارف. كوكا كان جاي له عقد احتراف، الاهلي رفض من ساعتها وهو مش معانا، ابدا بيبك ليفت في ماتش قمه. يعني انت لعبت في خط الدفاع. طيب ماشي، نيجي خط النص. لعبت مروان، طبيعي. احمد رضا وامام عاشور. كان ليه يا جماعه احنا مقوله قبل الماتش؟ انا مش عايز احمد رضا ولا محمد عبد الله يدوها ماتش قمه. لعبوا في ماتش الاسماعيلي عشان الاسماعيلي فرقه واقعه، الاسماعيلي اصلا فريق هابط، ما ينفعش اقيس الاسماعيلي على الزمالك، ما ينفعش خالص. الاسماعيلي فريق واقع وهيهبط، مع احترامي لكل الاسماعيليه، جماهير الاسماعيليه فوق دماغي، بس ما ينفعش اقيم حد لعب في اسماعيلي حلو. هم لعيبه جامدين، احمد رضا ومحمد عبد الله لعيبه جامدين جدا، بس انا كمدرب ما ينفعش احرقهم، ما ينفعش اديهم كده والعب على شخصيتهم وراهن على شخصيتهم. اللعيبه دي هتقع مني. ما ينفعش ماتش ديربي ابدا بعبد الله واحمد رضا، مع احترامي لاي حد ليه وجهه نظر مغايره لكلامي، مع احترامي. انا لو مدرب مش هبدا باحمد رضا ولا محمد عبد الله. ليه؟ انا مش عايز اراهن عليهم، ممكن اكسبهم وممكن جدا اخسرهم. النهارده عبد الله ايه؟ لعب الشوط الاول، هيعمل لك ايه؟ طيب هيعمل لك ايه؟ لسه لاعب، لسه بيقول انت كنت هتعيره لو ان هو اتصاب خليته. يعني انت موجود قاعد عندك بالصدفه. واحمد رضا لسه لاعب ماتش كويس في ماتش اسماعيلي، ما خلوش يبدا اساسي، وانت معاك بره السوليه، معاك بره كذا حاجه. ده احمد رضا وده عبد الله. حلو. امام عاشور بدا 8، وغلط جدا امام عاشور يبدا 8 في ماتش اهلي وزمالك. وحسين الشحات اللي بقاله فتره مش معانا، وجراديشار. طيب، التشكيل ده كله غلط. وقلنا قبل الماتش لو لعب كده الاهلي هيخسر ويتعادل وقد كان. حلو كده. وقلنا يا جماعه ما ينفعش كولر يبدا زي ما قلنا، يبدا برضا ومحمد عبد الله. طب دلوقتي ليه قلنا امام عاشور ما ينفعش يبدا 8؟ اللي متابعنا يا جماعه، انا دلوقتي لما بعمل تشكيل، دلوقتي انا بعمل تشكيل، هعمل تشكيل مش عشان انا جامد ولا عشان انا حلو ولا عشان انا امور، لا. هشوف الفريق اللي قدامي ايه نقط القوه بتاعته والعب عليها. ده الف ف. والزمالك ما عندوش غير لعبه واحده بيتميز بيها، وقلناها كذا مره، وباين اول اللعمه، هو ما عندوش غير الجبهه اليمين. جبهه قويه جدا. عمر جابر بيعيش ازهى فترات حياته، عمر جابر وزيزو. انا اعمل ايه يا عم؟ انت ما حرمتش ماتش السوبر الافريقي؟ ما ماتش السوبر الافريقي نفس اللعبه جت فيه الجول برضه. افهم وتعلم وشوف.
اهي قدامك اهي، ماتش السوبر اهي افريقي. في الحاله دي هعمل ايه؟ هعمل انا عشان لازم اوقف الجبهه اليمين للزمالك. يا جماعه انا ما بقولش الكلام ده عشان الاهلي يتعادل، انا قلت الكلام ده من اسبوع وهسيب لكم لينك الحلقه في الكومنتات. المفروض ده يبقى العيش، مش داري، وده هيبقى الدبيس مش كوكا. حلو. وامام عاشور ما يلعبش 8، يلعب هاف. يعني انت بتلاعب امام عاشور الموسم كله هاف، جاي في ماتش الزمالك اللي هو لازم يلعبها هاف تلعبه 8؟ يا عم انت هتجننا. لما يلعب هاف وراه الدبيس لعيب كوره واشول، وراه العش لعيب كوره واشول، هيبقى الجبهه الشمال بتاعتك هتاكل الجبهه اليمين للزمالك، مش هيعرف يتقدم. لكن انا دلوقتي لما دلوقتي العش دلوقتي معايا الدبيس معايا امام عاشور، الجبهه دي على طول هتبقى طايره، امام عاشور هيبقى طاير، الدبيس كورته حلو هيبقى وراه يغطيه، هيغطيهم برده العش، 2 شول هيغطوا امام عاشور. لكن العب بامام 8 واسيب الناحيه اليمين اللي بيتميز بيها نادي الزمالك، بجد والله حاجه منتهى النرفزه. يعني في ماتش السوبر هو لعب الناحيه اليمين بتاعت عمر جابر، لعب عليها وجاب لك جول، النهارده بتفضها له؟ يا نهار اسود، بتلعب كوكا؟ يعني داري بقاله سنه ما بيلعبش عشان مصاب، لعبته وبتلعب كوكا؟ يا راجل بتعمل ايه؟ مش عارف بتعمل ايه. وبتلعب الشحات اللي هو ملوش نفس يلعب اساسا، فالجبهه نايمه، الجبهه ميته. لكن لما تلعب بالعيش لعيب اشول هيعرف بيلد اب بالكوره كويس، وعندك الدبيس كورته كويسه باك ليفت قدام امام عاشور. لما امام عاشور يلعب هاف هيخلي عمر جابر مش هيتقدم. لكن كده انت فضيت للجبهه اليمين اللي بيتميز بيها الزمالك، اللي في الاخر بيعلم عليك بيها، وفي الاخر جاب جول من خلالها. يعني علم عليك في ماتش السوبر الافريقي، عمل نفس الفكره ونفس التركه، مش محتاجه. ده الزمالك مفهوم وواضح، يا ذاك مفهوم وواضح. انا بقى ما احنا قلنا الكلام ده من اسبوع. يعني كولر بتعمل اللي انت ماتشات غريبه. وجود كولر دلوقتي يا جماعه، وجود كولر في النادي الاهلي دلوقتي كارثه. ولو فضل مع الاهلي في كاس العالم للانديه الاهلي يطلع بفضيحه بصراحه، لان ده كده خلاص جد كولر خلاص. حلو قوي كده ان هو خلاص ما بقاش يقرا ماتشات خالص، الزمالك فرقه مع احترامي ليها يعني عندهم ظروف ما يعلم بها غير ربنا، كلنا عارفين الظروف بتاعتها. فهو عنده التركه دي، يا عم اقفلها له. يعني ايه محتاجه؟ هقفلها له اكسب ماتش. يعني اللي تنفذ الواحد ايه؟ ان حاجه سهله. يعني لما تلاقي فريق مثلا فريق غامض، فريق لما تعرفش هينزلك بتشكيل ايه فريق، لكن ده هو ما عندوش غير فكره التركه بتاعت الناحيه اليمين اللي كل مره بيتفوق عليك بيها. يعني ايه الخدعه في كده؟ يعني ما احنا عارفين عمر جابر هيتحرك، فانت بتفضي له الناحيه اليمين. ما نفس الكلام ما حصل برضه. لا حول ولا قوه الا بالله. وجودكم يا جماعه كولر دلوقتي في النادي الاهلي كارثه، ولو فضل يفضل لغايه كاس العالم للانديه فالكارثه اعظمه. سلام يا جماعه، سلام عليكم.